من على يميني بالأستاذ سعد طعيمة، وهو الكاتب والمحلل السياسي. بداية أهلا بك أستاذ طعيمة. أهلا بك. يجلس على يساري أول نائب برلماني كفيف ولأول مرة وفي انفراد لقناة الحدث الدكتور وجيه الشيمي، وهو عضو مجلس الشعب المصري عن حزب النور السلفي. بداية أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا يا فندم. أهلا وسهلا. أنا أريد بما أنني انتهيت في تحيتي بدكتور الشيمي أن أتوجه بأول سؤال إلى أستاذ طعيمة. ما هي قراءتك سريعا لمليونية الثلاثاء يوم غد؟ كيف تراها؟ هي مليونية تأكيد وتوكيد للرفض الشعبي تجاه مسرحية هزلية أو نكتة ساخرة يعني. طبعا احنا ده بعيد خالص عن ان احنا ان احنا بننتقد او ان احنا بنقبل المؤسسة القضائية. احنا ده ملهاش علاقة. انت في حالة ثورية ولابد ان تكون بداية كنت المفروض تقيم انت دلوقتي انت الشرعية شعبية. انت لا يحق. انت طلعت مجموعة دلوقتي الكل بيقول الخارجون من صف العدل ماذا يخرجون؟ ماذا سيفعلون؟ في صف طلع لك مساعدي العدل، خروجهم هيعملوا ايه؟ يعني الوسط النخبوي بيسأل، بيقول الناس دي في فكرة طالعين جاهزين بيه يتقدموا الصفوف والحرب تكون وجها لوجه، أم هو خروج للانتقام؟ أو هو كل الثوار لو نجح شفيق في الانتخابات كلنا. طب أنقل لك وجهة النظر الأخرى. الآن المجلس العسكري يقول في بيان له لا يمكن لبضع آلاف أن يفرضوا إرادتهم على 85. أنا ممكن حزب النور ممكن أقل التيار الديني أخطاء، هو والحزب الأقصى وبعض الأحزاب، ولكن هو اللي كان عليه لغط هو حزب الحرية والعدالة تحديدا. كان عليه لغط كتير لأنه بيبص لمصالحه الشخصية أكتر. ولكن احنا عملنا استفتاء، حصل عمل في استفتاء في شبكة الإعلام العربية محيط ان ما هو الطريق او السبيل لهدوء الشارع المصري. ولكن احنا عملنا استفتاء، حصل عمل في استفتاء في شبكة الإعلام العربية محيط ان ما هو الطريق او السبيل لهدوء الشارع المصري. هل يكون مجلس رئاسي ام يكون احد مرشحين؟ لقينا بنسبة 98% في محيط قالوا في محيط قالوا في شبكة الإعلام عايزين. ما بيفهمش في حاجة، يعني مش ما بيفهمش في حاجة، لا يفهم. يعني تقول لك دستور وجمعية تأسيسية مش عارف ايه. الشارع يريد لقمة عيش. الشارع هناك أزمة بنزين، هنا اللي هناك أزمة غاز، ليس هناك يا أخي الآن هو مشروط لما تبقى لدقيقة أخذ منك وعد وأنت من القوى الثورية بأن تضع يدك في يد الإخوان المسلمين وتذهب وكي تحمي ثورتك. بالفعل بدأنا النهارده. أنا ممكن بس بالفعل. أسأل الأستاذ سعد بس جميل سؤال. تفضل. انا استاذن الاستاذ سعد، طبعا انا اصلا مش هقعد بقى طول الحلقه انا ادافع، بس لازم اهاجم برضه يعني. تفضل. الاستاذ سعد بيقول المجلس الشعب عمل ايه للناس. تمام. طب الميدان اللي الاستاذ سعد بيقول هو الحل، عمل ايه للناس؟ عمل ايه في الازمات؟ اقول لك عمل ايه؟ عمل ايه في ازمه البنزين سريعا وازمه العيش وازمه جميل. ايوه استمع سريعا. ايه اللي عمله؟ تمام. شوف اتفضل. الثوار وائتلاف الثوره وغيره عملتوا ايه؟ وانا على حد طيب ماشي. طب انا هقول حاجه حضرتك قبل اللقاء بتقول ان رد بجمله قعدت مع المجلس العسكري او كان هقول لسعادتك المجلس العسكري والمؤسسه العسكريه مؤسسه تحترم ومؤسسه ليس في مصلحتنا ان احنا ممكن نهدم هذه المؤسسه. من اكتر الناس لولاهم لما لا انا هقول لك احنا من حكم. هقول لسعادتك احنا من حكمنا مبارك. جميل. احنا من وصلنا مبارك لحاله الحاله اللي هو فيها. احنا اللي دخلنا. انا بصفتي كسعد طعيمه ومع مجموعه ثوريه من انهى الحوالات الصفراء، دخل $500 مليار لمصر. احنا اللي عملنا ده، مش حكومه شرف. ازاي؟ حكومه. اقول لسعادتك انا بدعوه من الدكتور فيصل عزاوي. هذا الرجل حد محترم وحد يعني بيحب جدا. وأنت من القوى الثورية بأن تضع يدك في يد الإخوان المسلمين وتذهب وكي تحمي ثورتك. بالفعل بدأنا النهارده. ممكن